هنبدأ بأول سؤال من ولد عنده 14 سنة. إزاي أخلي ابني يسيب الموبايل شوية؟ طبعا الموبايل أكتر حاجة الأمهات بتشتكي منها. عايزة تعرفي من الآخر إزاي تقللي الوقت اللي ابن حضرتك بيقعد فيه على الموبايل. لازم تملي وقته بحاجات ممتعة وجذابة، وساعتها بس وقت الموبايل هيقل لوحده. يعني اعمل ايه؟ احنا دلوقتي في الصيف اهو، مفيش بقى الضغطة والشدة بتاعت الدراسة. لو سمحتي يروح يحفظ قرآن، لازم يلعب رياضة او يروح الجيم. تدوري وتساعديه انه يمارس اي هواية بيحبها، موسيقى بقى، رسم، تصميم ازياء، طبخ، اي حاجة. لازم يكون في وقت من يومه بيقضيه في حاجات ممتعة وجذابة. طيب، هتيجي هنا تسأليني، لما يعمل الحاجات دي هل هيسيب الموبايل خالص؟ لا. وخلينا نبقى متفقين اننا مش هدفنا انهم يسيبوا الموبايل خالص، لانه بصراحة تعالي نتكلم بواقعية. الموبايل دلوقتي هو اهم وسيلة تسلية للولاد ولينا احنا كمان. ومش بس كده، دي الطريقة اللي بتخليه يتواصل مع اصحابه ويشوف العالم الخارجي من خلال السوشيال ميديا، وبيتسلى بلعب الجيمز ومشاهدة الفيديوهات والحاجات دي. فاحنا مش هدفنا انه يسيب الموبايل خالص، احنا هدفنا تقنين الوقت اللي بيقعدوا على الموبايل. طيب اعمل ايه تاني؟ لازم تبقي متفقة معاه على وقت محدد في اليوم بيقعد فيه على الموبايل، وليكن في الصيف مثلا 3 ساعات. بس خلي بالك ما يبقوش 3 ساعات بلوك واحد كده، من مثلا من 3 ل 6، لا، يكونوا 3 ساعات متفرقين على مدار اليوم. وليكن ساعة بعد ما يصحى بشوية، وساعة في نص اليوم، وساعة قبل ما ينام، بس بعديه ساعتين 3 عن ميعاد النوم، علشان الموبايل ما يأثرش على نومه. لأن حضرتك لو عملتي وقت الموبايل بلوك كده على بعضه 3 ساعات في اليوم، هيبقى بيفرج بقية اليوم عايز يعرف ايه اللي حصل وعايز يكلم اصحابه وكده. فخلي الأوقات متفرقة على مدار اليوم. وفي هنا ملحوظة مهمة كمان، بالذات مع السن الصغير اللي في نهاية مرحلة الطفولة أو في بداية مرحلة المراهقة، 9 و10 و11 سنة. ممنوع منعا باتا يبقى ماسك الموبايل وقاعد في أوضته أو قاعد في مكان مقفول عليه. لازم أنا كأمه يبقى عندي الصلاحية إني في أي وقت أعدي أبقى شايفة هو بيتفرج على إيه، أبقى سامعة الفيديوهات اللي هو بيتفرج عليها. ومش من باب بقى إن أنا المفتش اللي مستنياه يغلط عشان أروح أجيبه من قفاه، لا، من باب إنه لو سمعت حاجة كوميدية نضحك عليها مع بعض ويبقى دي حاجة مشتركة ما بيننا. لو عرفت إن هو مهتم بموضوع معين أفتح الموضوع ده معاه، فيبقى فيه لغة وحوار مشترك ما بيننا، من باب ان انا اطمن عليه انه مش بيعمل حاجة غلط قدر المستطاع. وفي حاجة مهمة كمان، طالما اتفقتوا على مواعيد الموبايل، ما تقعديش بقى في المواعيد دي تبصي له كده وانه كأنه يعني انتصر عليكي ان هو ماسك الموبايل. لا، لازم يكون فيه بموافقتي وبرضايا وقت قاعد بيستمتع فيه بالموبايل. سؤال النهاردة في تربية المراهقين من لولد عنده 11 سنة، بتقول: ابني بيتنمروا عليه في الفصل، أعمل إيه؟ أولا حضرتك لازم تعرفي بالتفصيل المتنمر ده بيعمل إيه مع ابنك، وحضرتك عرفي ابنك إنك أمانه وفي ظهره، ولو لزم الأمر أنا هروح المدرسة وهقلب الدنيا لحد ما أخد لك حقك يا حبيبي. ليه؟ علشان ابنك يطمن ويبقى شجاع ودايما كمان يحكي لك. لأن لو ابنك كل شوية حد بيتنمر عليه أو بيغلس عليه فبيعيط بقى وما بيعرفش ياخد حقه، بيبقى بيعمل من نفسه ضحية ممتازة للتنمر. لكن لما يكون شجاع وقوي وعارف إن ليه ظهر، مش هيخاف من أي حد، ودي أهم وسيلة لحمايته من التنمر. طيب هعمل ايه؟ تعالي نقسم التنمر: تنمر لفظي، يعني مثلا بيشتم ابنك او بيوصفه بصفات مش حلوة، او تنمر جسدي، بيزقه بقى، بيضربه، او في اي نوع من انواع التعدي على ابنك او على حاجته. لازم تروحي المدرسة، ولو ما خدوش موقف جد مع الولد ده ومع اهله، تروحي مرة واتنين وتلاتة وتقلبي الدنيا لحد ما حق ابنك يرجع له. لان لما ابنك يشوفك وانتي بتعملي كده وبتقلبي الدنيا عليها وطيها لحد ما حقه يرجع له، انتي مش بس بتحميه من التنمر وبتقفي في ظهره، انتي بتعلميه مهارة مهمة جدا، انه يفضل يطالب بحقه لحد ما يجيله. ودي مهارة في منتهى الأهمية ان ولادنا يتعلموها ويعيشوا بيها طول حياتهم. وربنا يحمي كل ولادنا يا رب.
سلام عليكم. سؤال النهاردة في تربية المراهقين من أم ولد عنده 11 سنة، بتقول ليه ابني ما عندوش ثقة في نفسه؟ السؤال ده مهم، والمشكلة دي متكررة بالذات عند الولاد والبنات اللي في بدايات المراهقة. في سببين ممكن يكونوا بيخلوا ولادنا ما عندهمش ثقة في نفسهم: سبب خارجي من براهم وسبب داخلي. السبب الخارجي ان في حد مهم في حياتهم، حضرتك بقى باباهم، حد من اخواتهم او حد من اصحابهم، دايما بيسخر منهم وبيقلل من قدراتهم، ومع تكرار الكلام ده ابن حضرتك بقى يصدق الموضوع ده وثقته بنفسه قلت. وطبعا تبقى كارثة لو الحد ده حضرتك او باباه، لأنه من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل في الدنيا إن أقرب الناس للواحد هم اللي يكونوا بيقللوا ثقته بنفسه. والسبب التاني سبب داخلي عند الولد نفسه، إنه يبقى حاسس إن مفيش حاجة هو متميز فيها أو ناجح فيها. لأن الولاد لما بيكونوا شاطرين أو متميزين أو ناجحين في حاجة معينة بيبقوا بيحققوا فيها إنجازات، بيبقوا بيتلقوا مدح كتير عليها، ودي حاجة بتقوي جدا ثقة الواحد في نفسه. طيب أعمل إيه؟ أول حاجة لو السبب خارجي، لو في حد في حياة ابنك بيقلل دايما ثقته في نفسه أو بيسخر منه أو بيكسر جناحاته، حاولي بكل الطرق إن الشخص ده يخرج من حياته، أو على الأقل قللي جدا التواصل معاه لحد ما عود ابنك ينشف كده ويعرف يحط كل واحد عند حده، ويعرف يحط الكلام ده في حجمه الحقيقي من غير ما يأثر عليه. وطبعا طبعا لو حضرتك أو باباه بتعملوا كده لازم توقفوا الكلام السلبي فورا. تاني حاجة، بلغي في مدحه، امدحيه كتير وخلي كلامك معاه إيجابي. حتى لما يغلط حاولي تعالجي الأخطاء بطريقة إيجابية، لأن لو كل كلام حضرتك معاه عبارة عن أوردرات وخناقات ونقد لكل حاجة بقى في حياته وشكله ولا طريقة مذاكرته ولا قعاده على الموبايل كتير، أكيد ثقته في نفسه هتقل، ومش بعيد كمان الموضوع يوصل لمرحلة من مراحل إنه يكره نفسه. فلو سمحتي خلي كلامك معاه إيجابي بمبالغة لحد ما ثقته في نفسه تبدأ تتبني من تاني. وآخر حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، لو سمحتي ساعديه يدور على نقطة التميز اللي في حياته. ولادنا وبناتنا لما يكونوا شاطرين في حاجة ومتميزين فيها، دي من أكتر الحاجات اللي بتساعدهم يبنوا ثقتهم في نفسهم. أي حاجة بقى، إن شاء الله يا رب مادة هو شاطر فيها في المدرسة، إن شاء الله سمة معينة في شخصيته حلوة وجميلة، وإنتي أدرى واحدة بابنك بقى. ابنك حنين، ابنك طموح، ابنك بياخد باله من الناس اللي زعلانة وبيعرف يجبر بخاطرهم، أي حاجة. أو يا ستي عندك أي هواية هو شاطر فيها، ابنك رياضي متميز ولا بيعزف آلة حلوة قوي، إن شاء الله يا رب يكون بيعرف ينسق الألوان حلو وبيعرف يلبس لبس شيك. أي حاجة هو متميز فيها سلطي عليها الضوء بالزيادة وامدحي فيها وتكلمي عليها قدام الناس في وجوده وفي عدمه، فده هيساعده إنه يبقى عنده إنجازات ويتلقى المدح في الموضوع ده، وده يقينا هيزود ثقته في نفسه. سؤال النهاردة في تربية المراهقين من أم لبنت عندها 16 سنة، بتقول ليه بنتي المراهقة عنادية؟ عند المراهقين. تعالي نتفق الأول يعني إيه مراهقة؟ مراهقة by definition كده من التعريف بتاعها هي سن الثورية والاستقلالية وتكوين الهوية والشخصية والتمرد على أي حاجة بابايا ومامتي علموها لي وقت الطفولة. ففي يعني درجة من درجات العند طبيعية مع السن ده، بس في عوامل ممكن تزودها. لو العلاقة بينك وبين بنتك أصلا مش حلوة، فكل كلمة هتقوليها هي هتقول عكسها حتى لو كلامك في مصلحتها هي الشخصية. أصحابها لو بيزنوا عليها ويقعدوا يقولوا لها بقى ما تسمحلهاش تكلمك كده وما ينفعش تفرض رأيها عليكي والكلام ده. بعض الحاجات اللي بيشوفوها في الإعلام والسوشيال ميديا اللي بتحسسهم إنهم كبروا، ومن تعريفات النضج ده إنهم يثوروا على أهلهم ويرفضوا كل كلامهم. وفي عامل كمان في منتهى الأهمية ومن أكتر الحاجات اللي بتزود العند عند ولادنا المراهقين، إن ممكن يكون العند ده زايد كنتاج طريقة تربية حضرتك بتربيها لها، فتكون تربيتك معتمدة على القهر وعلى مسح شخصيتها وعلى إن ملهاش رأي حتى في شكلها ولا لبسها ولا في أوضتها، وإنك على طول ضغط عليها على الكبيرة والصغيرة. الحاجات دي كلها بتزود العند عند ولادنا المراهقين. سلام عليكم.
جالي النهاردة سؤال عن تربية المراهقين في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، ولازم نقفله صح مع أولادنا من الأول. السؤال جاي من أم البنت عندها 14 سنة، بتقول: أوافق ولا لأ على خروجة بنتي مع شلة فيها ولاد وبنات، هم أصلا زمايل في المدرسة بس عايزين يروحوا مع بعض المول ويدخلوا سينما. أنا بقول لحضرتك لو سمحتي ما توافقيش، لأن الصحوبية حرام. هتقولي لي بس هي مش خارجة مع ولد صاحبها، ده هم شلة بنات وولاد مع بعض وأصلا زمايل في المدرسة وهيخرجوا في مكان عام. أيوة صح، بس شوية شوية مع تكرار الخروجة دي كل ولد هياخد بنت على جنب وهتبقى خروجات كابلز منفردة، وحضرتك مش هتعرفي. فلو سمحتي بلاش تحطي بنتك في اختبار. أنا عارفة إن انتي مش موافقة عليه، وعارفة إنك مؤمنة إن الصحوبية حرام ومش هتحبي أبدا ان بنتك تتحط في موقف زي ده. فلو سمحتي ما تحطيهاش في اختبار، ولما ما تنجحش فيه ترجعي تلوميها وتزعقي لها وتقولي لها: ازاي اشوفك مع ولد لوحدكم ولا اعرف ان انتي خرجتي مع ولد لوحدكم. حطي نفسك مكانها. انتي كبنت عندك 14 سنة، العلاقة فيها اختلاط بينك وبين زمايلك الولاد. لو جه ولد فيهم قال لها: انا معجب بيكي ولا انا بحبك وتعالي نخرج، او حتى في وسط الخروجه بتاعت الجروب دي خدها وتمشوا في مكان بعيد وهادي لوحدهم، ولا خدها وراح مكان تاني ورجعها تاني للجروب في الميعاد اللي هي المفروض تروح فيه، هتعملي ايه؟ فلو سمحتي ارجوكي ما تفتحيش الباب بايديكي لبنتك عشان تمشي في طريق اخرته مش حلوة واخرته حتمية. واحنا لما بنخرج في اماكن عامة بنشوف شلل الولاد والبنات اللي عندهم 13 14 سنة لما بيخرجوا مع بعض بيبقى صوتهم عالي ازاي، وبيتكلموا في مواضيع ايه، وبتبقى الألفاظ اللي بيقولوها عاملة ازاي، لدرجة ان البنات احيانا بتتصرف زي الولاد ويمكن اكتر في الاختلاط وفي الصوت العالي وفي التلامس اللي ما بينهم وفي طريقة التعامل معاهم بشكل عام. طب وانا ليه احط بنتي في جو زي ده؟ اصلا هما زمايل مع بعض، ده في المدرسة كافية جدا، وفي الاخر مدرسين ومشرفين، ويعني مفيش حاجة غلط قوي ممكن تحصل لان في رقابة بشكل ما. لكن ما اروحش انا ادي رخصة لبنتي انها تخرج من غير اي حد كبير ومن غير اي اشراف وبلا اي قيود، وارجع الوم نفسي انها عملت حاجة ما تعجبنيش. هتقولي لي: طب انا واثقة في تربية بنتي. صح، بس مش واثقة في المؤثرات الخارجية اللي حواليها. هل تضمني دلوقتي 1,000,000% ان مهما اي حد جالها قال لها انا معجب بيكي هترفضه؟ لو اي حد سواء زميلها في المدرسة ولا بقى صاحب صاحبه ولا الكلام ده جه قال لها تعالي نخرج مع بعض، انتي واثقة 1,000,000% ان هي هتقاوم؟ انا بقولك لا، مش هتقاوم. ولو قاومت مرة مش هتقاوم التانية والتالتة. هتقولي لي: طب ما هي ممكن تعمل كده من ورايا. صح، ده حقيقي. بس لما تعمل كده وضميرها مأنبها وهي خايفة ان لو انتي ولا باباها ولا حد من قرايبكم ولا حد من اصحابكم شافها وهو عارف ان دي مش اخلاقنا ودي مش طبيعتنا ودي مش عاداتنا وتقاليدنا في بيتنا، هتبقى في مشكلة كبيرة قوي. فحتى لو عملت كده هتبقى يعني في اضيق الحدود بإذن الله. لكن لما تاخد الرخصة مني هتبقى بتعمل اللي هي عايزاه ومحدش يقدر يبص لها عشان ماما عارفة. فلو سمحتي ما تعمليش كده لأن ده بيؤدي لطريق حرام. هتيجي تقولك: بس كل اصحابي كده وانتي بقى الأم المفترية والكلام ده. معلش يا حبيبتي، دي قواعدنا في بيتنا، ده حرام فاحنا ما بنعملوش. هتقولك: طب ما بقية الناس بتعمل كده. احنا ملناش دعوة حبيبتي. وخلي بالك لو علاقتك بيها أصلا سوية وإيجابية هتسمع منك النصح، حتى لو فضلت متضايقة شوية هتسمع كلامك وهتنفذ كلامك في الآخر. وربنا يحمي ولادنا وبناتنا من كل شر يا رب. سلام عليكم.